كل محاولات إمام عاشور لحد دلوقتي إنها تقنع مسؤولي الأهلي بالتعامل مع آدم وطني باءت بالفشل لحد دلوقتي. آدم وطني يمكن عايز يصلح هذه العلاقة، علاقته بالأهلي، فعشان كده مش هتلاقوه ظهر كتير قوي على الساحة اليومين اللي فاتوا دول. يمكن هو يكون على أمل إنه يحسن فعلا هذه العلاقة ما بينه وما بين الأهلي، وطبعا سكوته واختفائه أعتقد إنه بطلب من إمام عاشور. ليه؟ علشان ما تحصلش مشاكل أكتر من كده. لكن إمام لحد اللحظة اللي بكلم فيها حضرتك ما نجحش إنه يقنع المسؤولين بالتعامل مع وكيله الحالي، والأهلي مش هيتعامل معاه، هذا قول فصل، يعني مش هيتعامل معاه، الموضوع منتهي زي ما بيتقال. الأهلي قال لي إمام عاشور يعني أهلا وسهلا، هات لي حبيبي أي عرض، لكن العرض ده مش عن طريق آدم، احنا هنتعامل معاك انت والنادي اللي جاي منه هذا العرض. عايز ترشح اسم تاني كوكيل؟ اتفضل. ودي طبعا يعني بتمثل مشكلة لأي وكيل، لأن ده هيخلي النادي أصلا التاني اللي هيتقدم بالعرض ما عندوش أي ثقة في الوكيل ده، خاصة لما يعرف أنه نادي بحجم النادي الأهلي مش بيتعامل مع وكيل اسمه آدم وطني. فمقاطعة الأهلي دي تخسر إمام وتخسر وكيل إمام. وأنا بصراحة يعني برضو حابة أقول لإمام، أنت واحد من أهم نجوم الكرة المصرية، وأعتقد أنك النهاردة أنت مش محتاج أن أنت تتعامل مع أي وكيل بعينه، لأن أنت إمكانياتك الفنية بتتحدث، وموهبتك هي اللي بتخليك تحترف النهاردة في أي مكان أنت حابب تروح. فمش هتوقف على آدم ولا هتوقف على حواء، مش هتوقف على حد يعني.